السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد على قناة حلويات فاتن. كنتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم كيك رولي بدون فرن، بدون مقلاة، بدون طنجرة، يعني بدون طهي، بثلاث طبقات. مذاقهم رائع، مذاق كنسيكم في مذاق، كتجي زوينة بزاف ولذيذة وبمكونات اقتصادية، والطريقة ديال التحضير سهلة. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم. نخليكم الان مع المكونات وطريقه التحضير. غادي نمروا لتحضير الطبقه الاولى اللي غادي نخليوها تبرد. غادي نبداو بها هي الاولى. غادي نحتاجوا فيها 150 مليلتر ديال الحليب، يعني كاس، و200 غرام ديال السكر ما يعادل كاس وثلث الكاس، وملعقه كبيره ديال الزبده ما يعادل 21 غرام. غادي نمروا للطريقه. في مقلاة غادي ندير السكر وغادي نوضعوه على نار اللي كتكون مهيله، وغادي نخلي السكر حتى يبدا كيذوب. غادي نحركوه غير بالمقلاة هكا غير بيدينا حتى يذوب الجزء الاكبر ديال السكر على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نحركوه بالملعقه حتى يذوب لنا السكر تماما ويختفيو الحبيبات ديال السكر، ما يبقاوش كيبانوا في الخليط. ومن الاحسن باش تنجح لكم هذا الكراميل، باش ينجح لكم ضروري النار تكون مهيله والمقله تكون ثقيله. ومن الاحسن ما تعملوش المقله ديال الاينوكس، ولا عملتوا المقله ديال الاينوكس تكون نوعيه جيده وتكون ثقيله. من بعد غادي ما كيذوب لي السكر، غادي نضيف ملعقه ديال الزبده وغادي نحركها جيدا حتى كتذوب تماما وكتصبح على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيفوا الحليب، ما تخافوش الا تحجر لكم، فغادي تبقاو كتحركوه حتى كيذوب تماما وما يبقاش كيبان في الخليط حتى كيولي على هذا الشكل هذا. هنا غادي نحتاجوا واحد 60 مليلتر ديال الحليب، تقريبا نصف كاس، وغادي نضيف عليه ملعقه كبيره ديال النشا او مايزينا. غادي نحركها بشكل جيد، وممكن انكم تصفيوه باش تضمنوا ان الخليط ديالكم ما بقاوش فيه الكويرات ديال النشا. انا خلطته مزيان، فغادي نفرغوه مباشره على الكراميل، وغادي نبقى كنحرك، نستمر في التحريك حتى كيعقد لي هذا الخليط. غادي نبقاو هكا مستمرين في التحريك بدون توقف حتى يعقد لنا هذا الخليط، باش داك النشا ما كيلصقناش على المقله. هانتوما كي كتشوفوا الخليط كيولي ثقيل على هذا الشكل هذا. في هذه المرحله هذه غادي نضيف واحد 80 غرام تقريبا ديال الكاوكاو او الفول السوداني اللي حمرته، زودت له القشره وهرمشته على هذا الشكل هذا. غادي غير نحركو نخلطو مزيان وغادي نطفي النار. ممكن ديروا اي نوع من المكسرات، ممكن ديروا اللوز او ديروا اللوز في هذا شرائح ديال اللوز، لكم الاختيار. غادي نمروا للطبقه ديال البسكوي اللي غتكون هي الطبقه الاولى. غادي نحضروها ب 350 غرام ديال البسكوي، وعندي 2 معالق كبار ديال الكاكاو. ممكن تستعملوا 3 ديال الاكياس، و120 مليلتر ديال الماء بارد ما يعادل الكاس الا ربع، و80 غرام ديال السكر تقريبا واحد نصف كاس، وملعقه صغيره ديال الفاني، وعندي 2 معالق كبار ديال الزبده تقريبا واحد 40 غرام. غادي نمروا للطريقه اللي هي جد سهله. في كسرونه غادي نديروا الماء، ثم غادي نضيفوا السكر والبودره ديال الكاكاو. انا درت 2 معالق كبار، ممكن تعوضوهم ب3 ديال الاكياس ديال الكاكاو. بالنسبه للزبده والفاني غادي نديرهم خارج النار. غادي نحرك هاد المكونات مزيان حتى ما يبقاوش الكويرات ديال الكاكاو كيبانوا. ثم غادي نوضع الكسرونه فوق النار وغادي نستمر في التحريك حتى كتوصل لدرجات الغليان. هانتوما كي كتشوفوا معايا حتى كي يغليو هاد المكونات كاملين. من بعد غادي نضيف الزبده خارج النار وغادي نحركها حتى كتذوب تماما. ومن بعد غادي نضيف نصف ملعقه صغيره ديال مسحوق الفاني او نصف كيس ديال سكر الفاني اللي توفر عندكم. غادي نخليو الصوص ديالنا جانبا باش كتدفى واحد شويه، ما كتبقاش سخونه بزاف. وغادي نمروا باش نطحنوا البسكوي، اما نطحنوه في طحنه كهربائيه واما نديروا غير الطريقه الاخوات اللي ما عندهمش
الطحانه ممكن يديروا البسكوي في الكيس ويطحنوه غير بهذه الطريقه هذه بالدلاك. غادي نطحن البسكوي كامل وغادي نديرو في واحد الاناء، كنطحنوه على هذا الشكل هذا، واخا يبقاو فيه حبيبات شويه باينين معليش، غير ما نخليوش فيه البسكوي باين كبير صافي. ومن بعد غادي نجمع البسكوي بالخليط او بصوص الشوكولا اللي حضرنا، كتكون بردات شويه على ما كنطحنوا هذا البسكوي، وغادي نجمعوا بها الخليط ديالنا او البسكوي ديالنا حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه ومتماسكه في نفس الوقت. صافي انا درت الكميه كامله. ضروري هاد العجينه ديال هاد البسكويت كتكون رطبه، ما كتكونش قاصحه، الا خليتوها قاصحه فهي غادي تبقى كتشقق لكم، وملي غادي تبغيو تروليو الكيك ديالكم غادي يبقى كيتكسر. نتوما كي كتشوفوا القوام ديال هاد العجينه ومباشره كيف نخلطوها غادي نمروا باش نطلقوها، ما نخليوهاش حتى كيشرب البسكوي داك السائل، ضروري غير نجمعوها ونمروا مباشره باش نطلقوها ما بين جوج قطعات ديال البلاستيك، فهي كتطلق بسهوله لان هاد العجينه رطبه. صافي غادي نجمع الجوانب وغادي نبسطها بهذا الشكل هذا، فهي دغيا كتبسط بسهوله حتى كنحصلوا على هذا السمك هذا، السمك اللي كيكون رقيق شويه ما كتكونش غليظه. صافي دائما نخليوها مغطيه باش ما كتنشفش، وغادي نمروا باش نحضروا الطبقه ديال الكريمه اللي غادي نحتاجوا فيها 100 مليلتر ديال الحليب، الكاس ناقص بالثلث، و100 غرام ديال بودره لا كريم شونتيي، يعني كيس. غادي نحرك في الاول بلا ما نشغل الطراب باش ما يتطيرليش الكريمه، وغادي نشغلوا الطراب على سرعه مرتفعه، وغادي نخلطوا الكريمه ديالنا حتى تماسك تقريبا واحد 3 ديال الدقائق. هانتوما بالنسبه لهاد الكريمه فهي دغيا كطلع عكس الكريمه السائله، فهي كتاخذ لنا شويه ديال الوقت. غادي نطربها حتى كيتشكل لنا داك المنقار ديال العصفر، وكتولي كريمه متماسكه على هذا الشكل هذا. هانتوما كي كتشوفوا القوام ديالها كريمه اللي متماسكه، ضروري حتى تطلع لكم الكريمه عاد غادي نضيفوا عليها الكوك. غادي نحتاجوا واحد 80 غرام ديال الكوك، كاس اللي كيكون عامر. كنختاروا الكوك اللي كيكون ميدم نوعيه جيده، وإلا كان عندنا الكوك اللي هو غليظ غادي نطحنوه باش ما تجيكمش هاد الطبقه فيها الكوك خشين. غادي نطحنوه وكنخلطوه بشكل جيد، وهنا غادي نمروا باش نديروا الطبقه ديال الكراميل اللي وضعنا فيها كاوكاو. كتجي طبقه مقرمشه، كنحسوا بديك التقرمشه ديال الكاوكاو، كتجي طبقه بنينه وولديده بزاف. هاد الانسجام ديال الطبقات كيعطي واحد المذاق رائع جدا. كنبسطوا هاد الطبقه بالملعقه، كندهنوها بشويه ديال الزيت وكنبسطوها باش كتجينا ساهله وما كتبقاش كتلصق لنا في الملعقه. صافي هنا من بعد ما كنبسط الطبقه الاولى، غادي الطبقه الثانيه ديال الكراميل مع كاوكاو، غادي نضيف الطبقه ديال الكريمه مع الكوك او جوز الهند. غادي نبسطها فوق الطبقه الثانيه كامله حتى نغطيها كامله، ونقص من هاد الكريمه نقص منها واحد 2 معالق كبار احتفظت بهم للتزيين. كنقادو السطح كامل ديال هذا الكريمه باش ملي كنروليو الكيك ديالنا كيجيو او كنقطعوه كيجيونا الطبقات متقادين. صافي هنا في هذه المرحله هذه غادي نمروا باش نطويو او نروليو الكيك ديالنا. غادي نطويوه غير بشويه باش ما يتكسرش معنا، نلفوه غير بشويه بهذا الشكل هذا، كيتطوى بواحد السهوله، وكنبقاو كندفعوه غير بالبلاستيكه وهو كيترولا. ما نضغطوش عليه بالاصابع ديالنا باش ما كيتكسرناش داك البسكوي او ديك الطبقه الاولى. صافي غادي نستمر هكا حتى غادي نلفو كامل، فكيتلف بواحد السهوله، كنلفوه وبسرعه. غادي نلفو حتى للاخير، ومن بعد غادي نغطيه مزيان، نتاكد بان الجوانب ديالو مغطين، وغادي ندخلو للثلاجه او المجمد. غادي ندخلو المجمد تقريبا واحد نصف ساعه باش الطبقات كيتماسكوا وكيشدوا مع بعض.
صافي هنا غادي ضروري نتاكدوا باننا مغطي مزيان. وهانتوما كي كتشوفوا من بعد ما دازت واحد نصف ساعه كيولي هذا الكيك متماسك وكنتحكموا فيه بسهوله كيف ما بغينا. من بعد غادي نقطع هاد الجوانب، غادي نحيدو الجوانب باش كيجينا الكيك ديالنا مقاد. هاد القطع نعطوهم للوليدات كيكونوا كيدوروا حتى انا في المطبخ حتى حاجه ما نضيعوها. ومن بعد غادي نوضع الكيك فوق هاد الشبكه وغادي نوضع من تحت منها هاد البلاطو. انا بغيت نشارك معكم المراحل كامله للمبتدئات. كاين المبتدئات كيبغيو يعرفوا المراحل الكامله، فلذلك هذا المقطع خليته باش تشوفوه. هنا عندي واحد 140 غرام ديال الشوكولاته السوداء ذوبتها، وحتى الحليب دفيته واحد شويه باش دغيا يذوب لي الشوكولاط. غادي نحركوه مزيان مزيان. هنا الحليب عندي واحد 50 مليلتر تقريبا، واحد ثلث الكاس. غادي نحركو وضعته في هذا الكاس هذا. كيف كتلاحظوا معايا في الاول فهو كيكون سخون، فلذلك كيبان لكم خفيف، وملي كيهبط على البلاطو فكيبرد وكيولي متماسك. هانتوما كي كتلاحظوا ملي غادي نجمعوه فغادي يولي ثقيل على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للقوام ديال هذا الكاناش فانتوما اللي كتحكموا فيه. الا بغيتو يجيكم متماسك بزاف فكتنقصوا من الكميه ديال الحليب، ولا بغيتو غير في هذا القوام راه غادي ديروا القياس اللي درت انا. صافي من بعد دخلتو المجمد واحد 10 ديال الدقائق باش داك الكاناش كيشد مزيان على الكيك. وغادي نخرجو ونزينو بالشوكولاته ديال الدهن. وضعتها في هذا الكيس وغادي نزين بها. دفيتها واحد شويه لان الجو بارد كتكون جامده باش كتجيني سهله في التزيين. ثم غادي نحيدو فوق هاد الشبكه وغادي نوضعو فوق هاد القطعه ديال الورق. انا كان عندي غير واحد البلاطو قطعته على هذا الشكل هذا لان المحل اللي حدايا ما لقيتش عنده هاد الكرتون اللي كنوضعوا فوق منه الكيك رولي او لي بيش. الكرتون يعني ما لقيتوش عنده، فلذلك خديت باللي كاين. وهنا دوك 2 معالق كبار ديال الكريمه فكورتهم هكا على هذا الشكل هذا، وهما اللي غادي نزين بهم. وكيف كنقول لكم دائما التزيين حسب الرغبه ديالكم. وضعت هنا قطع ديال ميلكا قطعتهم على هذا الشكل هذا وزينت بهم. التزيين كتزينوا باللي متوفر عندكم وبالطريقه اللي بغيتو نتوما. هنا غادي نقطع لكم قطعه باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي الشكل اللي هو رائع والمذاق اروع. هذا الانسجام ديال الطبقات كيعطي واحد المذاق لا يقاوم. انا صراحه ما كتعجبنيش الحلاوه، ورغم ذلك ما قدرتش نقاوم لان المذاق ديالها كيجي رائع رائع جدا وكتجي بنينه بزاف ولذيذه. والمكونات ديالها اقتصاديه وحتى الطريقه سهله نديروها للوليدات ديالنا ونقدموها للضيوف ديالنا، فهي شي حاجه اللي كتحمر الوجه. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم. ما تنساش تخليوا لي لايك للفيديو وانضموا الى القناه باش توصلوا دائما بالجديد. الى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.